طبعا سعرها ما كانش كده خالص، بس بالنسبه للغلاء دوت شوفوا بقت واصله لكام. ومعايا هنا فيتامين اي، ومعايا هنا معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من زيت جوز الهند. تمام. هتحطي حاجه تانية عليها؟ لا مش هحط حاجه. ودي كانت علبه برشام عندي بصراحه، كان شكلها عاجبني فقلت مش هرميها، لازم استغلها. خدتها عقمتها كده وقلت حلوه وتنفعني وكبيره واعمل فيها ايه الوصفه الحلوه بتاعتي دي. تمام تمام. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا، اللايك الحلو بتاعك يلا حطهولي كده، ونصلي كده على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا نبدا ونقول خطواتنا كده. انا قلت لكم العلبه دي كلها هاخدها، هاخد كبسولتين من اللي معايا دولت من الفيتامين، ومعلقه زيت زيتون ومعلقه زيت جوز الهند. بصوا ادي العلبه اهو، هفضيها كلها. زي ما احنا شايفين كده، هفضيها لحد الاخر. بصوا طبعا شايفين ان انا سبت حته هنا كده صغننه، انا ما كنتش بصراحه هسيب، بس عشان اوريكم هعمل ايه ببقيته، يعني حاجه برضو هستخدمها. بصي نضفي بقى، الحاجه بقت غاليه كده، نضفي نضفي نضفي، احسن من ايديكي ما تعرفيش تشتغلي. ربنا ايه يعني، دي من نعم ربنا علينا. تمام. هاخد بقى اهو الزيت، شايفين دي كده معايا برضو، اصفي فيها ايه حبه كده من الزيت. انا الحته دي يعني شايلاها، انا مش يعني عندي عامله قبل كده، بس انا بس عشان اوريكم ممكن نعمل منه ايه تاني. تمام. لايك لايك لايك، ما تنسوش اللايك، احلى اخوات في الدنيا، عشان نعمل اكتر من الوصفات. لو عجبكم الفيديو هنعمل اكتر من الحاجات الطبيعيه والوصفات الطبيعيه دي مع بعضينا. اجيب بس دبوس اشكها عشان اعرف افضيها. بصوا تحتها اهي. نفتح واحده تانية، انا ماشيه معاكم اهو خطوه بخطوه. في العلبه دي هحط 2، وفي الحته التانية ايه، لو كنت حطيت الحته الصغيره دي كنت هفضي 3 كبسولات. ولو حبيتي تحطي اكتر من كده مش وحش، ده فيتامين حلو جدا لبشرتك وحلو لايديكي ولكعوب الرجلين والحتت اللي هي عند انكل رجلك كده مطرح الودو وكده، برضو في الشتاء بتبقى، فده حلو قوي. فيعني جربوه مش هتندموا. لازم نفضي يا جماعه لاخر قطره في الغلا ده، اخر قطره اخر قطره اخر قطره. اهو فضيتها برضو. نبدأ بقى ايه اهو زي كده اهو. ده يا جماعة زيت زيتون على جوز الهند، كنت جايباه من مرسى مطروح. طبعا لما الواحد بيروح مرسى مطروح كده في بعض حاجات بيحب يجيبها من هناك، بتبقى حلوة وأصلية ثانية اهو. هدمجه بقى كده كله في قلب بعضه، تحفة لو جربتوه. يعني حطيتيه في كعب رجليكي بالليل ولبستي شراب ونمتي، هتقومي تحسي بفرق جامد جدا. لو انت بقى حد يقول لي عليها انت ليه حاطه في العلبه الصغيره دي، عشان لو انت مثلا بتخرجي ومش حابه كعب رجليكي يبقى لونه احمر، فالساده ده هيبقى حلو. حابه مثلا تحطي في وشك يبقى لونه وردي، او في ايديكي ورجليكي يبقى اللون الوردي، هنحط على اللي في الحبه الصغننين دول حبه من دم الغزال، وهوريكم الخلطه هتبقى عامله ازاي. هدمجها بس كده حلو في قلب بعضها. انا كانت عندي معلقه بس عمر طبعا مش عارفه احطها لي فين. عمر دلوقتي بياخد كل حاجتي يلعب بيها. بصوا الشكل بتاعه.
على فكرة الوصفة دي بتقعد معاكي مسافة طويلة جدا، عشان الجلوسريد طبعا بيقعد معايا يعني، المادة الدهنية بتاعته تقيلة جدا، فانت ما تمسكيش وتحطي حتت كبيرة يعني، هي حتة بتظبط الأداء كله. بصوا القوام بدأ يبقى عامل ازاي معايا. لايك بقى لو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش على اختك باللايك، وصلي كده ايه على الرسول الكريم. دي وصفة هتخلي جوزك يحبك اكتر واكتر. بصوا القوام بقى عامل ازاي. انا هنا زودت معلقة زيت زيتون تاني وجوز الهند، هما الاتنين على بعض على فكرة تركيبة واحدة. بصوا وده بقى هبدأ ايه ادمجه برده كده. انا ده بس زي ما قلت لكم عاملاه عشان اوريكي اللي حابة كعب رجليها يبقى لونه وردي كده وجميل اهو. كومنتاتكم بقى الحلوة ودعوة حلوة كده ليا منكم، ولو حابين نكمل وصفات هنعمل وصفات اكتر واكتر مع بعض. لايك بقى، لايك فين اللايك؟ بصي دم الغزال، بصوا حلوين قوي دول. بصوا بقى اهو. هدمجه كده برضو، وصفة جميلة جدا تتجرب. اهو بصوا كده بدمجه كده عشان ما يبقاش فيه ايه حاجة فاتحة. تعالوا بقى نجرب. بصوا اهو ده الكريم العادي، بصوا اهو ادهنه بايدي من هنا كده. وصفة جميلة جدا وحلوة قوي، جربوها. تعالي بقى هدهن حتة من اللي هو ايه التاني. بصوا اللون وردي وجميلة اهو. حابة تقلي تقلي، مش حابة تقلي حلو جدا اهو. بصوا حلوة قوي الدرجة دي، حلوة قوي، ما تكتريش اكتر من كده. انا خدت سنة على طرف الخلة اللي كانت معايا. بصوا اتمنى تجربوه هيعجبكم قوي، واكتبوا لي في كومنتاتكم الحلوه لو عايزين وصفات تانية نعملها مع بعضينا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. اسيبكم في حفظ الله، احلى اخوات في الدنيا مع مطبخ علي علي. باي باي.